طيب يا جماعه، دي قناه روتين ويوميات مطبخ نونا، اشتركوا فيها وفعلوا لها الجرس ودمروا لها الدنيا، سبسكرايب كتير ولايكات كتير وكومنتات كتير، وقولوا انتم التيم بتاعنا وزينب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل لكم بقى شاورما الفراخ، حاجه كده جميله. طبعا مفيش اي حد ما بيحبش الشاورما الفراخ، او بمعنى اصح الشاورما عامه. طبعا المقادير بتاعتنا سهله جدا وبسيطه، بس قبل ما ابدا الطريقه واقول لكم المقادير بتاعتي ايه، ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. تحت على الشمال كلمه اشتراك، انزلوا دوسوا عليها وفعلوا الجرس ودوسوا على كلمه الكل، علشان اول ما انزل اي فيديو يجيلكم اشعار على طول. ويا ريت تعملوا لايك، اللايك بيفرق معايا جدا، بفرح جدا لما بشوف لايك. طبعا هي تبقى حاجه بسيطه بالنسبه لكم بس تبقى كبيره بالنسبه لي انا. يلا نبدا الفيديو، بسم الله. طبعا دلوقتي المقادير معايا: نص بانيه مقطعاه شرايح كده زي ما انتم شايفين كده، ومعايا فلفل اسمر، ومعايا ملح، معايا معلقه صغيره فلفل اسمر ومعلقه صغيره ملح، معايا معلقه صغيره بهارات الفراخ، ومعايا بصله انا مقطعاها كده بفرمها في الكبه، ومعايا طبعا زبادي، ومعايا تتبيله الشاورما اللي هي جاهزه. طريقه سهله جدا وما بتاخدش منك اي وقت خالص، وسهله وسريعه وحاجه كده في منتهى الجمال. اول حاجه هعملها معاكم، احط معايا البصل كده، وهحط البهارات بتاعتي اللي هي الملح والفلفل. لو ما عندكيش انت بقى بهارات الفراخ دي اللي هي الجاهزه دي، اللي هي بتيجي من عند العطار كده، بتقول له هات لي بهارات الفراخ. لو انت مش عندك، مش متوفره عندك، بتحطي بقى اللي هو كل حاجه لوحدها، اللي هي البصل باودر والثوم باودر والبابريكا والزعتر والجنزبيل كده، كل حاجه مع بعضها. بس هي والكاري والكركم طبعا، بس هي اهم حاجه دي التتبيله بتاعت الفراخ تبقى فيها كل حاجه. وطبعا احط بقى البهارات اللي هي بتاعت الشاورما. احط بقى البهارات بتاعتي هي بتاعت الشاورما كده، واحط بقى الزبادي. طبعا الزبادي بيطريها جدا، بيخليها حلوه قوي. اي فراخ بتعمليها بتحطي فيها زبادي، اللي هي الفراخ البانيه دي، بتحطي بقى زبادي بتطريها، بتبقى جميله جدا وبتديها طعم حلو كده. طبعا حطيت بقى البهارات كلها على بعض كده، واحط عليها شويه زيت صغيرين كده، مش كتير، حاجات بسيطه كده، واقلبهم بقى كلهم في بعض. التتبيله دي جميله جدا بجد، لو جربتيها هتعمليها بالطريقه دي على طول. طبعا هو انا المفروض اقلب بايدي، بس في ناس كتير هتقولي انت ليه مش بتقلبي معلقه، في ناس كتير بتحبش كده. بس طبعا بقى انت بقى في البيت بايدك بقى، عشان تدخلي البهارات كلها والتتبيله بتاعتك كلها في الفراخ بتاعتك. ريحتها جميله بجد بجد، ريحتها تحفه. يعني هي لسه ما اتعملتش بس ريحه التتبيله طالعه جميله جدا. طبعا الناس اللي بتتفرج عليا، انا عايزاكم يعني تدوني قوه ان انا اكمل. عايزه الناس اللي بتتفرج عليا تقولي بجد رايها ايه في اكلي، اكمل ولا ما اكملش. بجد دعمكم ليا هو اللي بيخليني اكمل. وطبعا اللايك بتاعكم بيفرق جدا، هو مش بتخسري حاجه، انت بتدوسي على كلمه لايك، مش بتعملي ولا اكتر ولا اقل. بس شايفين كده انا بحاول ادخل التتبيله، لاني طبعا مش عارفه امتلكها قوي، لازم ابقى بايدي. بس طبعا مش هقلب بايدي، عشان طبعا في ناس كتير هتقولي انت ليه بتقلبي بايدك كده. كده انا دخلت ايه التتبيله بتاعتي كلها في قلب الشاورما بتاعتي، الفراخ بتاعتي. والله ريحتها تحفه. انا واقفه بصي، انا لسه ما عملتش فيها اي حاجه وريحتها جميله بجد ما شاء الله. انا بقى هسيبها في التلاجة لحد مثلا ايه، انتي لو مستعجله عليها اقل حاجه خالص ساعه. انا طبعا بقى هسيبها ساعه ساعتين لحد ما اجي اعملها، ولما اجي اعملها اوريها لكم. بس طبعا كل ما بتسيبيها اكتر كل ما بتديكي طعم ونتيجه جميله جدا. انا دلوقتي هدخلها التلاجة لمده ساعه او ساعتين وهطلعها لكم تاني. انتي بقى لو مستعجله عليها اقل حاجه ليها ساعه. هدخلها التلاجة وبعد ما تخرج هخرجها لكم تاني. وطبعا بعد ما طلعت الشاورما بتاعتي من التلاجة انا سبتها بالظبط 6 ساعات.
انتي بقى لو مستعجله عليها زي ما قلتلك بتسيبيها اقل حاجه ساعه. انا سايباها 6 ساعات، انا عاملاها من الصبح واحنا دلوقتي بالليل اهو. سايباها 6 ساعات بالظبط. انا دلوقتي بقى هسخن طاسه وهعملها قدامكم على النار. انا دلوقتي حطيت طاسه على النار، احط فيها بقى شويه زيت كده، وهسيبهم يسخنوا شويه، حاجات بسيطه كده. اهم حاجه الطاسه بتاعتك ما تكونش بتلزق عشان الشاورما بتاعتك ما تلزقش. بعد ما حسيت ان هي خلاص سخنت شويه كده، انزل بقى بالشاورما بتاعتي كده. بسم الله. شايفين الجمال؟ طبعا انا سايباها براحتها خالص في التتبيله، يعني 6 ساعات شربت من التتبيله وبزياده كمان. طبعا ولو عملناها من على بالليل بتبقى احلى. يعني لو انت هتعملي عامله حسابك انت تعملي بكره شاورما، تعمليها من على بالليل بتبقى احلى جدا. بس انا قلت لك لو انت مستعجله عليها وجت فجاه مثلا، اقل حاجه ساعه في التتبيله. طبعا انا بقى هسيبها على النار كده شويه لحد ما تتعمل معايا، ولحد بقى ما الشاورما بتاعتي تتعمل شويه ويتصفى منها الميه. هقطع معاكم طماطم كده صغيره، هقطعها شرايح. طبعا اللي مش حابب يحط الطماطم ويكتفي بالبصل بس عادي، مش مشكله. بس طبعا الخضار بيديها طعم حلو برضو مع الحاجه كده. طبعا انا قطعت بقى الطماطمتين والقرنين فلفل كده. استنى بقى لحد ما الفراخ بتاعتي تستوي شويه وتشرب ميه بتاعتها اللي هي التتبيله اللي فيها دي شويه، وبعد كده هنزل بالخضار ده اخر حاجه. وزي ما انتوا شايفين بعد ما هدت شويه شربت التتبيله بتاعتها شويه كده، هنزل عليها بقى بالخضار كده. نزلت عليها بالخضار بقى، اقلبه عليها كده كويس. حاجات بسيطه كده. هسيبها بقى في الخضار كده شويه مع الطماطم والفلفل، وبعد كده هوريها لكم. وطبعا دي شكل الشاورما بتاعتي بعد ما خلصت. انا بقى هعملها في العيش اللي هو بتاع الشاورما اللي انا عملته في الفيديو اللي قبل ده. هعمله قدامكم دلوقتي كده. هجيب بقى معايا العيش كده بالشكل ده كده، وهجيب بقى الشاورما بتاعتي وابدا ان انا افردها في العيش اللي معايا كده، وهبدا ان انا الفه عادي زي السندوتش كده كده. والحته اللي هي تحت دي انا دلوقتي الاول قبل ما احطهم قدامكم هقوم جايبه طبق واحط فيه اللي انا بعمله. تمام. انا بقى هعملهم كلهم بالشكل ده وهرجع لكم تاني. طبعا بعد كده انا جبت الجريلا وقمت حاطه فيها بقى العيش اللي هو الشاورما ده، تاخد من تحت. حطيت اول اي حاجه حطيت العيش على الحته اللي هي المفتوحه اللي تحت. هخلصهم كلهم وهوريكم شكلهم في الاخر. طبعا زي ما انتم شايفين ده شكل الشاورما بتاعتي بعد ما خلصت. وطبعا لو كده لو عايزين تاكلوها في كده في بعيش عادي براحتكم، وعامله جنبها طبق بطاطس كده جميل. جربوها وقولوا رايكم ايه، وما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس، تعملوا شير كتير للفيديو ده. طبعا ثانيه بس اقطعها لكم من جوه واوريكم شكلها عامل ازاي. انا بقى كده اقطع واحده قدامكم كده بالسكينه. شايفين الشكل؟ شايفين؟ تحفه بجد. جربوها وقولوا رايكم ايه. ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. مع السلامه.